أنا جيت إلى النرويج سنة 1968 وحصلت عقد. خلال ال3 أشهر هذه قمت في تفسير المعلومات اللي قدمتها الشركات بعد أن حفروا 13 بير. شفت أنه في دلائل قوية جدا لوجود النفط. وبالإضافة إلى هذا تؤسس شركة نفطية تمتلكها الحكومة 100%، بس مع هذا تفصل فصلا تاما إداريا عن الوزارة وعن مديرية النفط. أعتقد أنه أهم دور قدمته أو قمت به بالنسبة للنرويج هو الإسراع في تنظيم مديرية النفط النرويجية على أساس متين من الناحية العلمية